أقول إن هذا فعلا يشرف أمنا الأرض، لأنه استطاع أن يجمع ما بين حالة الجنون وحالة الفلسفة وحالة البلاغية المتقدمة جدا. هذا أمر ميلان هو الذي قال، هذا أمر ميلان كان عاش في جهة دايرين لايف شوية عايش في بيت مخيمة، وكان يتجاوز العقل الولايات المتحدة، كان يتجاوز الولايات المتحدة ويتجاوز المنظومة التربوية والمنظومة الفنية كاملة. كان وصل مرحلة من العبقرية لذا سنبعد في مدار الجدي أو مدار سرطان أو الثلاثية أو في جبار ماروسي إلى غير ذلك. هذا جاوز المدرسة وجاوز الجامعة وجاوز القيم وجاوز الفكر. قلت هذا نموذج حقيقي للإنسان الذي يفكر قد لا تتفق مع ما يكتب ولكن يفكر بشكل غريب. لما قاله على سبيل المثال، لما قاله قال لك إن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي أني ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، حضارة من الإذاعة والتصدير. لأن كان الرجل هذا مفكر، كان فيلسوف وكان صام وكان سابق، يعني عنده طاقة مذهلة جدا. من النماذج أيضا التي كانت تعجبني كثيرا الكاتب الألماني هرمان هيس، على جماعة قراءة تداولنا على الأقل كتابه الذي كان منتشر في الجزائر هو ذئب البوادي. ذئب البوادي كتاب رواية مدهشة جدا. أنا كنت أتابع الأدب العالمية وأحاول تجاوز الحكايات البسيطة. لا أحب أن أقرأ رواية عبارة عن حكاية فقط. أنا أؤمن بأن النص يجب أن يكون بلاغة، أن يكون ثقافة، أن يكون معرفة، وأن يكون أيضا حاملا لبعض القضايا الفلسفية ولبعض الأسئلة التي تهم القادة. كاين مقولة روسية تقول النص الأدبي الجيد هو النص الذي ننتهي من قراءته ولا ننتهي. أنا أؤمن بنصوص من هذا النوع، يعني تنهي القراءة وتكون في قراءة على مستويات أخرى. كان طاهر الطاهر في وقت من الأوقات كتب الشهداء يعودون هذا الأسبوع. كداخل الشهداء الذين يعودون هذا الأسبوع فيه قصة قصيرة تسمى أعطاها عنوان الحفظ لا يأكل. فقلت له أبي طاهر القصة هذه مرعبة، قد تكون أفضل من بعض رواياتك. القصة هذه حوالي 12 صفحة 14 صفحة هكذا، والطاهر الله يرحمه كان أحيانا يتمسخر بيا. هو يعرفني أنا من جديد يقول يا خالد سعيد، قال لي هذا، قال لي تعرف القصة هذه اللي أنت شفتها في 12 صفحة، قال لي كتبتها في 20 سنة وأنا أفكر اكتب وأعيد اكتب وأعيد اكتب وأعيد. استغرقت 20 سنة. قلت بالإعمال قلت لذلك هي مدهشة حقا، لأنها استطاعت أن تلخص العقل العربي بذكاء يعني خارق جدا. وطار كان جمع لي عفوا كان ذكي جدا، كان مدهش، كان فنان، يعني حتى في الحركة تاعو، حتى في الجول، حتى في النكتة تاعو، حتى في النميمة كان مدهش جدا. في العادة أيضا أنا أصحح كثير ما أكتبه قبل ما يوصل النقاط، أصحح ما أكتبه. يعني يحدث بعض الأحيان يكتب نص واحد أشياء مختلفة، يعني قد يبقى النص عندي لمدة 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات نفس الطريقة، وصحيح على مستوى
على مستوى الجملة، على مستوى المعجم أقوم بعملية انتقاء للألفاظ التي استعملها، أقوم بمراجعة بعض الأفكار، بعض السرد، بعض الطرائق. ويحدث في بعض الأحيان أن يبقى النص عندي 10 سنوات 12 سنة وأنا لست مزعجا من بقائي في البيت. لعلكم عندما تقرأون الآن طبعا الأولى مما حدث لي غدا المجموعة الأولى، أنا كنت أكتب في مجلات في جرائد ولم أفكر على الإطلاق في نشر كتاب على الإطلاق. وطال مرة من المرات في هذا السنين ذاك الوقت كان لها ثابت كشف قال لي اسمع سأقرأ عليك مقطع وانظر إن كان مهما أم غير مهم. يقرأ لي مقطع. قلت له ما هذا؟ قال لي لقد طبعت باب مجموعة قصصية اجتمعنا أنا وبعض الأصدقاء، جمعنا النصوص تاعك وأصدرنا الكتاب هذا وما حدث هذه غدا. وهي النصوص كتبتها قبل 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة في سابق، ولم أكن أفكر في هذا الكتاب. يعني كنت أحب المراجعة، أحب أن أنتقد نفسي وأحب أن أسمع ما يقوله الناس. بدأت فيما بعد سلسلة من الأعمال المشتركة ما بين القصة والروايات والترجمات والمسرح والنقد إلى غير ذلك. طبعا أنا غير مقتنع بكل ما كتبته، هذا مؤكد، ولا يحدث أن أقتنع بما كتبته. لذلك قلت في بداية الأولى أنا أقع ما أكتبه وأندهش أحيانا حينما أجد إنسان كما طرحت الدكتوراه الأولى ولا طرحت ماجستير ولا أعمال النقدية ولا حتى ترجمات ولا حول النصوص، أو كما يرى تشيكوف أنطوان تشيكوف قال كان مندهش من ميل كيف يعجب الناس بما أكتبه. تشيكوف يعني شخص عظيم ولكن لا تعجبه كتابته. أظن أنني أعيش نصف حال عندما يقول واحد باللي هذا يعيش سنة حتى لا يظن ولا حياتي وجوانبي وأنتم ولا أعوذ بالله. أحيانا أقرأ دراسات، أحيانا أحضر مناقشات في تاريخ دكتوراه حول عمالي يقول البابا يحكي على شخص آخر لا يستطيع الترجمة ومسكين بالي مما يقال. اسمح لي نقاطعك أستاذ هنايا. إن الظاهرة، اسمح لي على المقاطعة على كل حال، إن الظاهرة الآن التي نعاني منها أن يقع الكاتب في غرام ما يكتب، يقع ضحية عشقه لما يكتب، على الرغم من أن ما يكتب لا أعتقد أن فيه نسبة مئوية من القراءة. هذا هو الأمر. ما أندهش له أنني مرتين، هذه ملاحظة فقط، وجدت أن بعض الكتاب يكتبون عن أعمالهم الإبداعية بإطراء وتمجيد ويكتب على روحه، يعني هو المبدع هو الناقد ويكتب ويمدح نفسه وينشر. يعني المشكلة هو، ولكن حينما تقرأ لا تجد أثر القراءة أو أثر بينما نسمع الآن كاتب يقول لك أنا أتعجب كيف يكتب الناس عني. يعني رانا في وضع سيء، يعني لا أدري، متناقض تماما مع الحالة التي هذه ظاهرة فقط لاحظتها من بين الظواهر. وأستسمح الأستاذ على المقاطعة اللي يكمل. تفضل. في قناتي أنا كتاب السر، أنا عندي أستاذ حمد خياط محاضرة في الجاحظية الجزائر، حضر القطاع، حضر مجموعة من الصحفيين نقاد. قال أنا أعتبر سعيد الطاجي جزائري قح. أنا أؤمن بما لا بد كثير من الحديث عن المجتمعات الغربية، وكتبت هذا في كثير من المناسبات. ما بين الجاز والمعرفة أنا أفضل نحب نسمع عندي في سياقتي مع مرأة أغاني تاع شوية ولا
ما بين تحت الساحة بالكوخ أنا أفضل الكوخ اللي منه، ما بين المدن والصحراء الرمل فأنا أفضل الرمل، بدليل أنه جزء كبير من الولايات تاع الولايات في تيمون وفي صحراء تاع قرية ولاد سعيد على بعد كيلومترات من تيمون، والنص الجاي إن شاء الله في سبتمبر يظهر أيضا في نواحي تاع ضرعة تيمون. عوض أذهب إلى الغرب لاستيراد الموضوعات والأفكار أو القرارات. أنا محاط بمجموعة كبيرة جدا من الموضوعات بكافية لأن يكتب مئات النصوص. يعني كان كتبت كثير عندكم واحد اللي كتبت عليه كثير، هذا البطل تاعي موجود أحمد خياط. خياط هو الموجود في كثير من النصوص تاعي من رواية لا نسمي أحمد الكافر. لكن تسمعوا يا جماعة أنا نفضح الأمر هذا، لأن رانا منقولين على المباشر، لأنه الجماعة طلبوا مني نقل المحاضرة على المباشر. الأستاذ سعيد بوطاجين جاءنا بأحد أبطال قصصه، وأعتقد قصة سجارة أحمد الكافي، وهو أحمد خياط من جامعة تيزيوز، وهو البطل القصصي وهو الكاتب. يعني احنا محظوظون أن يأتينا الكاتب ببطله في القصة، وهو الآن سنعطي بعد قليل بعد التدخل تاع الأستاذ بوطاجين سيتدخل بطل القصة اللي هو أحمد الكافر، وهو الأستاذ أحمد خياط من تيزيوز، وهذه يعني أنسكوب. تفضل أستاذ. يعني الطالب اللي يكتب عنهم هم من محاكين، سواء كانوا أساتذة فنانين رؤساء أشقياء. حينما كتبت على سبيل المثال السيد سيزار فاسق خمسة اللي حكيت عليه في مباحث التلفزيون، الحكاية كلها جاية اجتماعية. كان عندنا رئيس قسم يحكي كثير 6 ساعات 7 ساعات في الاجتماع ولا يقول شيء. فمرة كان مع أحمد خياط جالس في الاجتماع، المدير يحكي، هذاك الوقت كان المدير مع مش رئيس القسم. جيت متأخر في الاجتماع. نعم؟ كنت كاسو جيت متأخر. جيت متأخر في العادة. فالسيد يحكي المدير وأنا أكتب، وأنا كنت منزعج منه كثير لعدة أسباب، لأنه لا يعرف شيئا، لا يعرف لا العربية لا الأمازيغية لا الفرنسية ولا شيء. هو يحكي في الاجتماع تاع 5 ساعات و 6 ساعات وأنا يكتب في القصة عنه. الرجل كان يعتقد أنني مستقبل نسجل ما يقوله، وأنا أكتب عنه نص وخياط كان عليا نكتب النص ونعطيه خياط، نقول واش رايك في هذا المقطع واش رايك في هذا، والسيد يخطب وانا اكتب عنده قصه. ومره الخياط كان جالس داير، ما رايك في هذا المقطع، ما رايك في هذه الجمله، ما رايك في هذه الصوره البلاغيه، ما رايك في الجانب المعجمي. والخياط يعطيني ملاحظات داخل الاجتماع. بعدين السيد يكتشف ان نشاط النص حول وصلت للمحكمه حول سيد سيزار فاسق خمسة، وقادني مجموعة من أساتذة محامين من كلية الحقوق في جامعة تيزيوز. طبعا ربما انتبهتم إلى السيد سيزار فاسق خمسة نهتم كثير ما يسمى بالعتبات المفهوم جارجنات أو بالمحكيات المتقدمة من منظور المسألة من العموم مهم جدا، وعلينا أن نشتغل عليه كما نشتغل بطبيعة الحال على الجملة، على اللفظات، على مستوى محور الاختيار. العناوين بعض مقاطع دراسات حولية. في الحقيقة أنا أعيش كما قلت في الجزائر في محيطي، وأنا منسجم جدا مع الثقافة الجزائرية، مع الشخصية الجزائرية، مع مرجعيات الإنسان الجزائري، ولست بحاجة أن استورد المنظورات المغربية التي يمكن تتعارض مع القيم الجزائرية، مع الإنسان الجزائري. في هذا المحيط أتحرك
وبنظرة جزائرية. معلش نقطة فقط، نبهني الأستاذ إلى نقطة. الآن نشوف في ظاهرة، وهي أن الكاتب يكتب حسب ما يطلبه الجمهور. يعني واحد الوقت أنا كتبت سميته الكاتب النادل، يعني يكتب على حساب لامود، يعني على حساب واش راه رائج، على حساب واش راه شو، بغض النظر عن طبيعة الموضوع. أم السؤال المطروح، أم أن الأستاذ بوطاجين يكتب حسب ما يريده هو أو ما يراه هو، بغض النظر عن الموضة اللي راهي سائدة التي تتطلب الكتاب. تفضل. بالنسبة لي أنا أحب أن أنظر في الجزائر بعيون جزائرية، ولا أحب أن أكتب للمؤسسات الغربية التي تفرض علي مجموعة من المنشورات حتى تنشر لي أو تترجم لي أو تعطيني مجموعة من الجوائز حتى أتخلى عن ثقافتي وعن شخصيتي وعن هويتي. أنا غير معني بهذه الأشياء على الإطلاق. إن كانت الحدثة الجديدة تعني تخلي الكاتب عن بعض قيم، فأنا لا أتجه نحو هذه الحدثة. أنا أقول دائما إن الحدثة تنطلق مني، مما أعيشه وأراه، ولست بالحاجة إلى الحدثة كما يراها. طبعا أنا أحب كارل ماركس، أو يمكن تحب ما كتبه جاك ديريدا أو ألبير كامو أو فرانس كافكا إلى غير ذلك، لكنني لا أحب هذا السراد السطحي أو الإملائي أو تحت الطلب ما تفرضه عليك المؤسسات المهمة حاليا على المشهد الأدبي أو تلك التي توزع الجوائز. لماذا يعجبني على سبيل المثال رشيد بوجدان؟ ولماذا يعجبني محمد ليب عندما طلب منه في فرنسا أن يغير اسمه محمد؟ كان واضح جدا محمد ليب عايش في فرنسا، قال ببساطة كبيرة جدا محمد هو رمز من رموز هذا الكاتب اللي هو زيد، وجزء من ثقافتي ولا يمكن على الإطلاق أن أغيره، وهو نفس موقف مالك حداد. هذا بعض الكتاب الآن تنظر إليه المؤسسات الغربية ببعض الاستعلاء، ببعض الاحتقان، لأنهم لم يتنازلوا عن رؤيتهم للفن وعن موقفهم من الفن. كنت مرة في إيطاليا، كنت مع المترجمة التي تعرفونها جيدا يولاندا غواردي. يولاندا غواردي يعني صديقة محترمة أستاذة استضافتني في جامعة ميلان، وقالت المرأة تعالى نقوم بجولة في مكتبات تاع ميلان ومدينة باريس. عملنا جولة كبيرة، قالت هل لاحظت الكتب التي تترجم إلى إيطاليا؟ قلت نعم. قالت شوف لا يترجمون ما يتحدث ولا ابن هدوغا ولا وطار. قالت مجموعة كبيرة جدا من كتاب الجزائريين والعرب حاصرينهم، وفي حين يترجمون لفلان ولفلان ولفلان. وقالت يعتبرون هكذا، يعتبرون وطار شخص قومي خطير، ولذلك لا يريدون أن يترجموا له. أنا أقوم، هي تحكي، قالت أنا أترجمه بمبادرات شخصية وبعلاقتي مع بعض دور النشر الإيطالية، يعني بعض مديري النشر كأصدقاء. يعني كثير من الكتاب الجزائريين ما يترجموهمش، في حين تجد كتاب آخرين أقل قيمة وقد يكونوا سيئين جدا كأيديولوجيا كرؤية كموقف، يترجمون 12 لغة 13 لغة يسوقوا له، ولا واحد يكتب رواية واحدة فقط يسب فيها الجزائر ويسب الراية أو الشهداء، يحصل على مجموعة من الجوائز في فرنسا. ولهذا كتب رشيد بوجدان مشكور الكتاب تاعو رائع جدا، كتاب زونات تاريخ، يتحدث عن هذه النماذج من مثقفين ومن كتاب ومن فنانين وغيرهم.
أنا بالنسبة إلي عندي القناعة أنني أكتب عني وعن الجزائر، عن المحيط، ولا يمكن على الإطلاق أتنازل عن قيم كثيرة جدا. حتى عندما لا أؤمن بها لا يمكن أن أنقلب على الأمة على الإطلاق. الأمة التي أنتمي إليها لا أنقلب عليها، إنما أخدمها قدر ما استطعت، ولا يمكن أن يكون ضدها حتى لو لاحظت أنها أمة أمية أو جاهلة، لأنني أنا واحد منها، ولا يمكن أن يكون فوقها أو أنظر إليها من قمة جبل الأرض كما قال كاتب ابن هنري ميلاد. حتى عندما تعيش الأمة الخرافة سأعيش معها الخرافة وأحاول أن أغير، نعطيها مع الوقت بعض الرؤى، ولكن عندما تكون الأمة خرافية سوف أعيش معها هذه الخرافة. هذه قناعتي في الكتابة بطبيعة الحال. ترجمات كتبكم ترجمات راسلها تحكي جوج دقائق. لا تفضل أستاذ. لا فقط كنت حاب نطرح سؤال عن الكتابة والانتماء. يعني هذو الناس اللي فضلوا الانتماء إلى قطبية غربية، يعني هم أحرار وهذا انتمائهم، ولعله مقتنع بوجهة نظر الآخرية التي ينتمي فيها إلى أقطاب إعلامية وأقطاب متحكمة وفهموا الخطاب، وناس يعني وصاروا يعني مروجين في أكبر وسائل الإعلام الغربية وتروج لهم وتعطيهم الخطاب وتعطيهم مساحة إعلامية معينة ويظهرون في أكبر وسائل الإعلام. وهذو ناس يعني ينظرون منه يعني من منظور العالمية أو توجه قطبي أو هيمنة معينة، وهم مندمجون في ذلك السياق ومقتنعون به ويخدمونه. هذا انتماء، أيضا الانتماء إلى القومية أيضا هذا انتماء، لكن أعتقد أنه الانتماء المتعدد للكتاب الجزائريين هذا يخلق نوع من الدينامية. ولكن السؤال المطروح هل نقتنع بما نكتبه بانتمائنا؟ هذا هو. أنا أعتقد أنه الذي ينتمي إلى قطبية حتى وضد القومية تاعه وهو مقتنع بذلك، السؤال المطروح هل يمكن أن ندينه من منطلق أني أنا عندي قطبية أخرى اللي هي قوميتي وخدمة كما يقول لك الهوية والأمور تاعي، وبينما طرف آخر يعني يجد أنه له مصلحة وله يعني انتماء قطبي وله يعني ربما خدمة لأقطاب متحكمة إعلامية أو مهيمنة إعلامية معينة، ووجد فيها يعني نفسه مروج وأموره ماشية جيدا وحياته يعني سهلة، وهذه يعني حرية كتابة. ما رأيك بهذا؟ أنا عندي مجموعة من المرجعيات ومن آراء كتاب مكرسين عالميين. واحد مثل جابرييل غارسيا ماركيز من كولومبيا. لما تقرأوا النصوص تاعها عظيمة جدا، تعرفون النصوص تاع ماركيز عظيمة، ولكنه لم يخرج من كولومبيا. حتى لما كتب على هذه قرية ماكوندو في 100 عام من وعام الحنين كان يتحدث عن التقاليد، عن التفاصيل الصغيرة التي تشكل المجتمع. لم يذهب ماركيز إلى فرنسا الهستورية، الطريقة التي يكتب بها الفرنسيون. يعجبني مثلا تعجبني مواقف تاغور، الشاعر الهندي تاغور. لعلكم اطلعتم على مواقف سيد تاغور، تعرفونه كان اصلا تابع للمحامي لقاضي، وكان درس في انجلترا، يعني متشبع بالثقافه الغربيه. عندما رجع لبلاده قال انا لا يمكن ان امتص ما يسوق في المجتمع الغربي. انا انسان هندي وانتمي الى الشعب الهندي، ولذلك علي ان اكتب
علي أن يكتب عن هذا المجتمع. قال مقولة تعجبني كثير وأثرت فيني. قال نامي، قال لقد زرت كثير من البلدان والمحيطات، لكنني نسيت أن أبصر قطرة ندى على وردة قدام باب بيتنا. زرت يعني عدة أفكار، قريت البيولوجيات، قريت تاريخ البلدان، جو في كل عالم. قال ولكن أنا أكثر اهتمام بقطرة الندى الموجودة على وردة قدام البيت. الكتاب الذين يوزعون أنفسهم. الكتاب الذين يبيعون أنفسهم للمجتمعات الأخرى. عندما نتحدث عن المجتمعات البشرية فأنا أحترم المجتمعات البشرية، ولكنني لا أستطيع أن أبيع نفسي لمؤسسات سياسية أو ثقافية من أجل الحصول على الجوائز أو الحصول على الأموال أو من أجل الانتشار. يعني أفضل أن لا تترجم أعمالي على أن أكتب وأنا أخضع للعرض والطلب. هذه الأمور لا أحبها. أنا أعرف على سبيل المثال شخص يكتب روايات بشكل نلاحظوا فيها نوع من الاستعداد الكبير، ويكتب في الشروق اليومي مقالات يتحدث فيها عن جدته. ونقول كيف يمكن أن يجمع كل هذا التعارض؟ من جهة أنت منسلخ عن مجتمع، ومن جهة ثانية أنت تتحدث في الشروق عن جدتك. يعني كان خطاب تاع الجريدة موجه لنا نحن، والخطاب الموجود في الرواية موجه للمجتمع الفرنسي، وهو أمر فصل فيه جيدا رشيد بوجدة في الفيديو الذي نشره في الأسبوع الأخير، حينما تحدث عن هذه الكتابات. وهي الكتابات في العادة لا تؤمن بنفسها. نتحدث عن مثلا مثلا هل تحت يكون صريح. ما معنى أن تكتب رواية تحيي من شأن إسرائيل أو اليهود، احترام اليهود، وتقلل من شأن الجزائر؟ ما معنى أن تكتب رواية يعني تعكس فيها صورة رائعة جدا لليهود، تسامح، وفي نفس الوقت أنت تدين شخصية إسلامية جزائرية قدمت كثير للمجتمع وللبلد عبر التاريخ؟ ما معنى أن تكتب عن عبد الحميد الباديس كإرهابي في حين تمجد شخصية فرنسية؟ القضية بالنسبة إلي غير لائقة تاريخيا وغير لائقة أخلاقيا. ما معنى أن تذهب إلى الإمارات وتقوم بتصريح تقول فيه ما يلي، وقد كتبت عنه، تقول مثلا إننا اضطهدنا العنصر اليهودي في الجزائر، وأن ما يكتب في الجزائر باللغة العربية يمثل 12% فقط، باقي هو باللغة الفرنسية. أنت تكذب على نفسك تكذب على نفسك وتكذب على التاريخ من أجل هدف معين، وهو هدف في أغلب الأحيان يتعلق بالقضايا المادية، بقضايا النشر، بقضايا الانتشار، وباختراق الحدود الوطنية نحو بلدان أخرى. هذه فكرتي. أنا لست مع هذا السلوك السلبي،
لست معي الطريقة. أنا أكتب كما لاحظتم عن شخصيات تعيش معايا. لما كتبت أعوذ بالله مثلا، أعوذ بالله، ولا لما كتبت بعض النصوص كانت معايا أخيار وسبيتو اكتب خاتمة وقول له واش رايك في الخاتمة هذه؟ داخل النص يقول لي الخاتمة هذه تعجبني داخل النص، نقول له ضع الخاتمة التي تراها مناسبة لك، فهذه خاتمة أخرى التي هي ليست الخاتمة التي أريدها. أنا مثلا في كتابي مقبول الأخير الذي يحمل عنوان للأسف الشديد أكتب نصوص وأرسلها لبعض الأصدقاء شعراء وكتاب، ونقول له ضع الخاتمة التي تراها أنت مناسبة، يضع الخاتمة ثم أرسلها إلى شخصيات أخرى، واحد يميني واحد يساري واحد إسلاموي، ثم تجدون مجموعة من النهايات لشخصيات مختلفة، ولكل شخصية نهاية أو رؤية ما التي ليست بالضرورة رؤيتي. كنت قبل قليل في ترجمة ورثتها هكذا بالصدفة وما زلت معها أني ترجمت قلت 17 كتاب ولا أعتبر نفسي مترجما، أيضا لا أعتبر نفسي كاتبا ولا ناقدا. هذه مجموعة من التجارب أو المقاربات التي يمكن أن نتجاوزها في إصلاحها. عسى بك تلاحظوا في الشد والمرجع الغلاف. اكتب هذه رؤيتي الآن، هذه رؤيتي الآن وقد أتخلى عنها غدا. في الترجمة القضية بالنسبة إلي لا تتمثل في معرفة اللغات على الإطلاق. قد تمتلك 3 لغات 4 5 ولكن لا تستطيع أن تكون كاتبا مترجم. قضية تتعلق بشحن الحس الإنساني وبشحن القضايا المتعلقة بالمعجم وبالأساليب وبالذائقة. عندما ترجمت الانطباع الأخير سئلت في شروق اليومي وكتبت إذا هي مصارعة العنوان، قالت لي السؤال اللي كان كنا في الكتابة الوطنية طرح عليه سؤال، قالوا كيفاش وقع هذا التطابق الكلي ما بين النص الفرنسي والنص العربي؟ وأنا كنت أحب ملك حداد وأحب لغة ملك حداد الفرنسية وأحب هذا الشخص النبيل، هو أن أنا لا أترجم لأي كان حتى نفهم. كاين ناس لا أترجمها، يعني كاين مسلسلات جزائرية تعرف عليها مثلا سنسار عرفت عطاوني برنامج سنسار يترجموا عرفت ثم واحد في الجزائر لا يترجم. بالنسبة للترجمة تاع الانطباع الأخير قليل كاين شاعرين. أنا كنت أحب ملك حداد في مواقف في ملكه وفي وطنيته، وكنت من الذين اقترحوا ترجمة أعمال ملك حداد للغة العربية مع حسين مسيد اختلاف. في المكتبة الوطنية بعد ما صدر الكتاب أو الترجمة طرح علي سؤال من القاعدة: كيف ترجمت؟ بيرتكب كان حرم معنا مدير دار العلوم الناشرون في بيروت في وقت شهر شهر. هذا الكلام سيرد في الشروق. قلت له الحقيقة أنا ترجمت ملك حداد بصعوبة كبيرة جدا، ولكن اختياري أني أحب هذا الشخص، وثانيا أحب كتبه وأفكاره وبلاغته، يعني أجد بعض الانسجام بيني وبينها، ثم إنني أعتبرهم من أكبر الروائيين الجزائريين. الجملة التي ترد في الصفحة الأولى من الشروق هي الآتية: سعد الطاجين الذئب الذي ترجم النبي. هكذا العنوان في الشروق، وهو كلام الذي قلته. أنا قبل ما كنت مترجم، قبل ما ترجمت ملك حداد كنت
متوحش كنت دير، وكانت فيها في أماكن مجموعة من القبائل المتوحشة والبدائية، ولا يمكن تترجم هذه القبائل المتوحشة، لا يمكن تترجم لإنسان نبيل. فبدأت في حرب ضدي للقضاء على هذا الإنسان المفترس الذي يسكن بداخلنا. وعندما شعرت أنني بلغت قليلا مرحلة النبل التي تسمى مجد بدأت في ترجمته. لذلك كانت هذه المجاورة وهذا التناغم ما بين النص باللغة العربية والنص باللغة الفرنسية. في النهاية بالنسبة إلي أصبحت العلاقة بينه علاقة روحية وعلاقة موسيقية وبلاغية كبيرة جدا. إذا لم تحصل هذا بيني وبين من أترجم له فأنا لا أترجم حقيقة. مثال ثاني نجمة كاتب ياسين. نجمة كانت باقتراح نظام عدن في باريس ووزارة الثقافة الجزائرية والاختلاف. اقترحوا عليا ترجم نجمة وهي مترجمة بالعربية، ترجمة سورية رائعة جدا. طيب الترجمات تزوجت بالضبط، ترجمة رائعة. وقمت بتصحيحات صحفية قلت إن هذه من أحسن ترجمات. أنا ترجمتها بسبب واحد وهو توقيع النص. عندما تقرأ الترجمة السورية تقول هذه رواية سورية ومصرية أو عراقية، لا يوجد فيها ملمح جزائري على الإطلاق. فقمت بتنبيه ما تلاحظوا في الجملة الأولى على سبيل المثال، حين تبدأ التنبيه في الجملة الأولى نقول هكذا في الترجمة اللي هو باللغة الفرنسية l'État s'est enfui de la prison. l'État s'est enfui de la prison. أنا بالعربية كتبت الأخضر هرب من الحبس. هنا تبدأ التنبيه. كان ممكن نعمل الأخضر هرب من الزنزانة، الأخضر فرع من سجن، أو أنا فضلت الحالة الثقافية واللسان الجاهلي الأخضر من الحبس تبدو عامية. حقا لم أخرج على الإطلاق من اللغة العربية الفصيحة في ترجمة السينما، إنما قربت المستوى اللغوي المعجمي مما هو متواتر في الجزائر وفي نواحي صدارته. وكنت أترجم وأنا أنسق مع مجموعة من الشخصيات الأدبية ومنهم طارق رحمه الله. كنت أسأله عن بعض الأشياء كما فعلت تماما مع ملك القديم لكاتب الشعر ترجم صلاح الدين كل شيء بنسيان. كنت في اتصال دائم مع جماعة الشعر وخاصة الأستاذ محمد الحريش أجد جملة باللغة الفرنسية ونكتب في الشعر كيف تستعملون هذا أو ذاك. يعني مجموعة كبيرة جدا من الجمل الموجودة في ترجمتي هي بمساعدة جماعة الشعر ومنهم الأستاذ الدكتور محمد الحريشي. لما ترجمت أيضا رجال حبيبتي لدكتور مانو سيلفا صاحب العنوان هي رجال منمور، رجال منمور. نرجع للحالة الثقافية لما تقول رجال حبيبتي غلطة، لأن رجال منمور هي رجال حبي، والجزائري ما يقولش هذا، الجزائري ما يقولش هذا. ففضلت أتصرف في العنوان بالاتفاق مع دكتور مانو سيلفا. كنا نتراسل في بعض الأحيان أجيب جمل غريبة فأكتب له كل ماذا تقصد بهذا، هل تقصد كذا أم كذا أم كذا؟ فيقول لي دكتور مانو سيلفا أنا أقصد كذا. بقيت بعض أسماء الأماكن كنت أشك في صحتها، اتصلت مع جماعة الإدارات منهم كاين يمينا الزواني الكاتب عبد الله كيرون جماعة كبيرة سألهم عن المناطق الموجودة في إدارة وقمت بالتصويت اختارت لي وقعتها دكتور مانو سيلفا. قلت له
أنا مضطر لأصوب الأخطاء التي وقعت فيها أنت، لأن الأسماء التي ذكرتها أسماء الأماكن جزء منها خاطئ، فقمت بسعي لكي هناك بعض التعاون مع الجامعة التي تسكن في دارها. في العادة أنا أشتغل كثيرا على محور الاختلاف أو محور الأفقي، أقوم باستبدالات كبيرة جدا للرفاه والقضايا المعجمية. أقوم باشتغل كثير مع اللغة في الترجمة، ولا أحب أن أقدم للقارئ جمل عبارة عن خطر وممهدات. يعني أحيانا أصل إلى مرحلة أخيرة أنني أشتغل على الجانب الصوتي في النص، الجانب الصوتي، يعني أترجم وقت الترجمة لأحد يقرأها عليه إن كانت المسلمة صوتيا، أن إذا لاحظت أن هناك زيزاك، إذا لاحظت أن هناك ضباب في الجملة أقوم بتسوية الجملة حتى لا تبدو الرواية مترجمة. إذا لاحظت، إذا قرأت شخصيا مقطع ولاحظت أنه مترجم، أقول إن هذه الترجمة فاشلة ويجب أن أعيد ترجمة هذه الجملة وهذا المقطع حتى يبدو أنه كتب اللغة العربية ونقل اللغة الثانية هكذا. يعني نفس ما فعلته مع كثير من النصوص من نجمتها لبلوزيو، النصوص التي قمت بترجمتها لتأخذ وقت، ولكنني دائما أعجل أسمع وترجم أعيد وهكذا. خاتمة أقول جملة خاتمة. طلبة باع تاع الدكتوراه حكاو معايا الإبداع كتاب أنا متأثر كثير بجملة قالها مورينيلا، وبالنسبة لي مورينيلا هذا شبه ظاهرة، شكل ظاهرة مثل نيكوس كالزاكي مثل هذه الناس. لما سئل عن الكتابة الفترة التي يقضيها في الكتابة، قال جملة بسيطة جدا ولكنها رائعة، جملة دالة. قال عادة عندما أكتب نصا جديدا وأنتهي منه أضعه في الثلاجة لمدة سنة ثم أعيد خرجه من الجديد. أنا فهمت طبعا ما يقول، يعني أحيانا الإنسان يكتب حماقات، يكتب بالعاطفة ولا يتأثر من الموضوع يكتب في فترة، ولكن بعد أيام بعد شهر يكتشف أنه يكتب شيء لا يستطيع لا يليق أن ينشر. فقال له المدير بعد سنة أخرج النص من الثلاجة حتى يبرد ويعيد النظر في بعض القضايا التي يريد يطرحها. هذه وجهة نظر من السادات حكيت بزاف كما قال محمد المغرب الله يرحمه في ديوانه الشعري فرح ليس من يقول فيه يخيل إلي أني أكثر الأموات ترثارة. أنا واحد من هذوك اللي يحكي عليهم محمد المغرب أكثر الأموات ترثارة. وشكرا لكم جميعا. شكرا الأستاذ بوطاجين. في الحقيقة كلام الأستاذ بوطاجين لا ينطبق فقط على الأدب، هذا ما فهمت، ينطبق على السينما، على المسرح، على الدراما. لعل هذو الناس راهم يسمعوا فينا حينما تكتبون، حتى على الكتابات الشبابية حينما تكتبون اتفاقا مع هنري ميلان الذي حكى المقولة هذه عجبتني بزاف: ضعوا نصوصكم في الثلاجة لمدة معينة وبعد الاطلاع ستغيرون أنتم أنفسكم نظرتكم، يعني أن لا نتسرع. وهذا هو الكلام. احنا كنا نشوفه في رمضان بعض السلسلات الدرامية تكتب اليوم غدا، يعني تكتب أثناء التصوير، يتم تعديلها أثناء التصوير. وهذه تخيلوا معي
لو أنها كتبت قبل سنة وبقيت في الثلاجة ثم أعيد النظر فيها كيف كنا سنشاهد، كيف كنا سنرى. أعتقد أن الأهداف مختلفة، ضرورات مختلفة، وأيضا القيم ستختلف بالنظر إلى هذه الضرورات وهذه الأهداف، واللي يفهم. شكرا أستاذنا سعيد بوطاجين. الآن سأستدعي الأساتذة المحاضرون بعد هذه الافتتاحية. الأستاذ أحمد خياط من جامعة تيزي وزو يتفضل إلى تفضل ريح أستاذ أحمد خياط. أستاذ حسن زرمان يتفضل معنا. أستاذة غانية بوضياف تفضلي. أستاذة حياة بوسعدة تفضلي المنصة. معليش كلمة نتداول الكلمة مع الأساتذة المحاضرة. هاي معليش تفضلوا. أدعوهم. أحمد خياط تفضل. تمام. الشعرية القديمة والجديدة، يعني تبدأ من العصر الجاهلي، من العصر العباسي الأموي. أقرأ الشعر كثيرا، كان يصعب أن يكون شاعر، ولكن ما عنديش موهبة كتابة الشعر، فأقرأ كل الشعر العربي وبعض الشعر الأوروبي بطبيعة الحال. لماذا في بعض الأحيان تجد مقطوعات شعرية في النصوص؟ أنت ما سميته تجنيس. في بعض الأحيان خدمة للاقتصاد، أقول بدل أن أكتب صفحة كاملة سردية عن ظاهرة عن موضوع ما، اكتفي ببيتين شعريين يلخصان صفحة أو صفحتين أو 3 صفحات، ويكون البيتان أقوى مما يمكن أن أكتب واحد. بذلك استعين أحيانا بظفر النواب أو بالسموئل أو ببعض المتصوفة ولكن في البداية لا أفكر في التجنيس على الإطلاق. أصل إلى مرحلة من مراحل الكتابة أكون بحاجة إلى بشعر أو شعرين، ولذلك تجد في كثير من النصوص تجد استعانة بنسب غيوان ولا الجنجيالات المغربية هذه ولا بالمجدود. أنا أؤمن بعض الشيء بما يمكن يكون كتابة جماعية. هذا هو كتابة جماعية، تكون بيني وبين الشعراء يعني نضمنهم، بيني وبين بعض المفكرين أو الحكماء نضمن بعض المقولات تاعهم وبعض كتاباتهم. أشكرك. هذا القادم من تماس كان عندنا صديق الآن أصبح أستاذ في جامعة الزهراء، وأصبح كاتب اللي هو عبد الله كريم. كيجي من الزهراء يلقى عندي في أمبورغ، الزهراء يسوق سيارته يجي حتى للباقي يقرأ، وكان في نفس الوقت رئيس بلدية. هذا الشخص كنت أنظر إليه باستغراب شديد، وأكمل الدراسة تاعو، حضر الدكتوراه وكتب مؤخرا الروايات تاعو فازت جائزة طرحان فازت جائزة آسيا جبار. كيف يفرق السعيد بوطاجين مترجم وناقد وكاتب؟ سؤال جوهري. صحيح. يبدو لي أنا مفاصل شخصية، يبدو لي ممثل عدة شخصيات في العالم. واحد لأنه طبعا لما تقوم في مقام تقوم بدور الأكاديمي. في إبداع شكون اللي قاد الإنسان حقيقي ولا يعني بصراحة حينما أترجم أو أكتب مقال صحفي أو أكتب نص أو أكتب مقال نقدي، أصبح عدة شخصيات متباينة، ولا يمكن أن يؤثر هذا على يعني مستحيل تقرأ
مقال أكاديمي تجد فيه شيئا من ذاته، يعني أحاول قدر الإمكان أن أصل بين هذا وذاك. هذا بطبيعة الحال صعب بعض الشيء ولكنه ممكن. بالنسبة للأستاذ الأشعر الخياطي قضية المأساة والألم، أنا أظن من أجمل ما كتبت عن شخصيتي أسعد في هذا العالم. هذا وصل لي يقول شيء واحد، يقول أعوذ بالله. بالنسبة إلي وصل إلى نهاية اللغة، وصل إلى مرحلة أصبحت فيها اللغة أقل من إحساس بكثير ولم تعد ذلك هو معبرة. هذا واحد يقول السلام عليكم يقول أعوذ بالله. يعني انعدمت العلاقات السببية التي أشار إليها تضرر في شعرية النثر، والتي قلتها لكم البارحة في الحصار. يعني السلام عليكم يقول السلام عليكم يقول آخر الساعة 10 ساعة الآن 10 كيف حال والدك يقول مقاس حذائي 4. يعني لا يجب أي أهمية للخطاب أو الحديث أو السؤال أو الإجابة. هل تنتهي العلاقات السببية والعلاقات اللغوية أنتم أني المرحلة اللي جسدتها فيها بشكل أجمل، لا أقول مثالي ولكن بشكل أجمل هي في أعوذ بالله. أظن نتوقف هنا. هل هناك حلول لبعض القضايا؟ بعض الكتاب الكبار في العالم وجدوا حلولا للمأساة البشرية. بعض كثير من الكتاب هم بيعرف ينتقدون بنهاية لها. تولستوي العظيم، حدة تولستوي العظيم، تولستوي ماشي ما لقاش حل المأساة البشرية، ما لقاش حل نفسه مأساته الشخصية، ومات في محطة تاع القطار في يوم جليدي عاصف بسبب زوجته كانت صاخبة ورجل ورزقات. حدث له تمام ما حدث لأمري ميلاد. قال لك بعد ما ماتت زوجته راحت للعاهر في القبر، يطلع عليها في القبر، قال خايف تموت وتعيط عليه. ذاك بحال تولستوي مأساته الشخصية وجودية فكرية يجب لا حل، ومات شبه منتحر كما حاول مثلا يكلو ميشيما كما حدث ميغوي مثل ميغوي. أظن أن الكاتب ليس ملزم دائما بأن يعطيك حل كما أشرت في السابق، لأنك أنت قد تكون أذكى منه. الكاتب تمتلك مجموعة من الاستراتيجيات الآليات التي تقدم حلول أو بدائل إلى غير ذلك. لاحظوا أن الكاتب ملزم. بالنسبة إليه عندما أسخر من المجتمع، من المسؤولين، من الإنسان، بالنسبة إلي هذه من الحلول الممكنة لأنني أنتقد أو أصدر هذا الإنسان أو هذا الذي يقع ويعيد النظر في نفسه. شكرا لكم، شكرا لجامعة مسكار بمناسبة حسين. قلت الأستاذ بحري بلي أنا كنت في جامعة المسقى 11 سنة 11 سنة لم توجه في دعوة واحدة لتقديم محاضرة 11 عام. كنت في الوادي. لذلك أشاهد البحر. مع العلم أن الجامعة المعهد حيث يدرس شاطئ البحر شاطئ البحر، ولكن ننقل سعر البحر في المستقبل. شاطئ الحجارة، جبال لا شجر فيها وفيها شجر، ولكن أنا لم أبصر الشجر، وربما لم أجد حتى الإنسان. كنت دائما عندي نمشي
ونقول هي ضربة في بلاد الناس اللي ينظروا يقولوا هذا. كنت هذه الجملة اللي ضربها لك فيها كان ذكي جدا، ما قال لك ما بقاش الحلقة فعلا كنت واد في الصحراء، في حين أنني كنت مرتاح جدا في إبراهيم. وكتبت على بحر إبراهيم غريبة جدا فعلا، حتى أنا لم أنتبه لها. في لما كتبت على البلاد كتبت عن البحر في الأول الحديث الذي كان بين البحر والرمل. وما تخيلت هذا البحر لنفسيات لإحساس معين، ولكنني فعلا وجدت البحر في الأرض. شكرا لكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك أستاذ بوطاجين.